ذبحها ودفنها في قادوس. قضية إيمان اللي اهتز لها الرأي العام سنة 2023، وانتشرت هذه الواقعة في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. ناس تيفلت عمرهم نساو هذه الفاجعة. إيمان بنت مدينة تيفلت من مواليد 1994، كانت مزوجة وعندها جوج بنيات. راجلها كان ميسور وراجل معقول وموفر لها كاع اللي محتاجاه. كانت مفاهمة معاه بزاف بشهادة الجميع، وسنوات وهي عايشة هانية مع الأسرة ديالها. حتى لواحد النهار الزوج ديالها قال لها راه واحد السيد صاحبي غيجي يتغدى معانا باش تديري بحسابه، سميتو عبد المنعم. فعلا جا هاد صاحب راجلها للدار، تغدى معاهم، فرحوا بيه. داز داك النهار عادي. رجع هاد صاحبه ما كيتفارقش معاه، وحتى هو كل مره جايبو عنده للدار يتغدى ويتعشى ويشرب اتاي. كان كيبان راجل معقول ومزيان، ولكن هو كانت النية ديالو غير ذلك، النية شيطانية. حيت حط العين على ايمان مرات صاحبه، ورجع كيشوف فيها شوفات ما هياش، وكيقلب كيفاش يطيحها في الشبكه ديالو. كان كيستغل اي فرصه باش يهضر معاها. في البدايه كانت هضره عاديه جدا، بقى عليها بالكلام الحلو ولسان رطب: انتي زوينه وتستاهلي تعيشي ملكه، وانتي كدا وانتي كدا. المهم الهضره الخاويه بلا فايده. بعض المرات يجيب ليها لي كادو ويجيب لبناتها، حتى دخل الشيطان وقلت الايمان بيناتهم وتطورات العلاقه وطاحوا في الحرام. من بعد رجع عبد المنعم كيعمر الإيمان راسها باش تطلق من راجلها وتزوج بيه وتهلا فيها، وهذا الراجل قاع ما يستاهلها. وكل مرة يشري لها الكادوات ويكذب عليها بلسان الحلو وهي تايقة بيه. بقى معاها بحال هكا حتى رجعت كدير المشاكل مع راجلها وكتطلب منه الطلاق. من بعد إيمان فعلا طلقات من الزوج ديالها وبقات على علاقة مع عبد المنعم. دازت واحد المدة، جا عبد المنعم عند العائلة ديالها، خطبها ودارت حفلة صغيرة ديال الخطوبة عند العائلة ديالها، وداها كرا ليها واحد الدار ومشات عاشت معاه بلا عقد. ومن هذيك الوقت وهو مجرجرها يمتى نتزوجوا، يمتى نديروا العقد، وهو كيكذب عليها ودوخها بالكلام واستغلها. ايمان كانت دايره في عبد المنعم الثقه، الثقه والثقه بزاف. عارف عليها كل شيء، حتى الكارت كيشي ديالها كتعطيها له. واحد النهار جبد من الحساب ديالها 13,000 درهم بلا خبارها. فاش عقت بيه واجهاتو قال لها راه دابا نرجعهم ليك، ما بيناتناش. ولكن هي تصبات ونات صداع بيناتهم وطلبات منه يعطيها الشيك يبقى عندها ضمانه باش يردهم. لقات السيد مخلويد ومبلي وزيد عليها ما بغاش يدير معاها العقد ديال الزواج. عرفات راسها السيدات. في الاخير اعترف ليها بلي هو مزوج وعنده 3 ديال الوليدات، ومراته مخليها في البلاد مع العائله ديالو، وما بغاتش تعطيه الموافقه يتزوج تانية. ايمان كثرات المشاكل ديالها بينها وبين هاد السيد. واحد النهار وصلوا للضرب والجرح، وايمان ضربات عبد المنعم بموس لكتفو. مشى ديكلارا بها عند البوليس. فاش شدوهم البوليس لقاوهم عايشين بزوج بلا عقد زواج. دخلوهم الحبس بتهمة الفساد. دوزو 2 سيمانات ديال الحبس. جات مرات عبد المنعم سمحات لي على قبل وليداتها ودارت التنازل الإيمان. خرجوا لكن رجعوا من بعد تصالحوا بحال ما وقع والو. إيمان فاش شافت عبد المنعم كذب عليها ومزوج، عرفت بلي عمرو غيتزوج بها. صافي هزات بنياتها ورجعت لدار باها، قطعت معاه العلاقة. لكن هو واخا هكاك بقى لاصق فيها وتابعها، ما بغاش يبعد منها، خصوصا فاش بقى عندها الشيك ديالو. خاف تدخلو للحبس. حتى لواحد النهار عيط لها في التليفون ما بغاتش تجاوبه. صونا في تليفون اختها، قال لها ضروري تدوزي ليا ايمان، عندي ليها شي هضره مهمه بزاف. هضرات مع ايمان، قال لها راه خاصنا نتلاقاو ضروري باش نعطيك فلوسك، وراه شريت ليك واحد السلسله ديال الذهب وشي كادوات اخرين. المهم كلا ليها دماغها وقنعها، قال ليها نتلاقاو برا نهضروا على خاطرنا. ايمان تاقت فيه، لبست حويجاتها وخرجات، لكن ما قالت للعائله ديالها والو. تلاقات بيه، ومن هذيك الخرجه ايمان ما رجعتش للدار. عائلتها بقاو كيقلبوا عليها والو ما لقاوهاش. بلغوا البوليس، طلعوا في قنوات مواقع التواصل الاجتماعي، حطوا تصاورها، اللي شافها يعلمهم. دازت 28 يوم وإيمان باقا مختفية.
عائلتها داروا وقفة احتجاجية على بنتهم قدام الكوميسارية. نادوا التحقيق من جديد وعاودوا البحث من الأول. الشرطة في التحقيق مع العائلة سولوهم على آخر واحد كان مع إيمان. قالت لهم أختها آخر واحد هو خطيبها. صون عليها ومن بعد لبسات وخرجات. الشرطة فعلا استدعوا خطيبها للتحقيق وهو قال لهم أنا تلاقيت معها، لكن جلسنا واحد شوية ووصلت حتى للدرب ورجعت. الشرطة باش يتأكدوا من الأقوال ديالو مشاو للدرب اللي قال ليهم تفارقت معها فيه، وقلبوا في هذاك الدرب على الكاميرات ديال المحلات اللي فيه كاميرات المراقبة. لقاو فعلا إيمان في واحد الفيديوهات من الفيديوهات دازت من داك الدرب بالنهار، لكن ما عاوداتش بانت ليهم راجعة في شي لقطة أخرى، ولا بان ليهم عبد المنعم معها. عاودوا تفرجوا في كاميرات اخرين ربما يبان، لكن ما بانش ليهم عبد المنعم، وفيهم نفس اللقطة فاش كانت إيمان غادة في العشية. رجعت الشكوك جهة عبد المنعم حيث هو آخر واحد شافها وآخر واحد تلاقت معاه. وتأكد ليهم هادشي في التليفون ديال اختها فاش دارت ليه الخبرة، وزيد عليها كذب فاش سولوه عليها. اعتقلوه وجابوه عاودوا معاه التحقيق وزيروه مزيان وواجهوه بالأدلة، حتى بقى كيبكي. قال لهم إيمان دابا ميتة وأنا اللي قتلتها، حيت ما بغاتش ترجع ليا وكتهددني بالشيك اللي عندها. اتصلت بها باش نتفاهموا، فاش جات ناض صداع كبير وديتها حتى لواحد المنطقة سميتها أي تقصو وتعديت عليها تما بالضرب وذبحتها. رميتها في واحد القادوس وغطيت القادوس بواحد الشوك كان تما ومشيت بحالي. عبد المنعم تشد بعد الاعترافات ديالو بالجريمه وورى ليهم البلاصه فين رمى الجثه ديال ايمان، وعاود تمثيل الجريمه كيفاش وقعت. جبدات الجثه من القادوس بمساعده الوقايه المدنيه، لكن كانت متحلله بزاف ومكرفصه. تسلمات العائله ديالها اللي ما قدروش يعرفوها حيت 28 يوم وهي في هذاك القادوس. حتى الملامح ديالها تبدلات بزاف، لكن كانت هي ايمان. خداو الجثه ديالها باش يتم الدفن ديالها، ودخل عبد المنعم للحبس بتهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وتحكم بالمؤبد. هنا سالت القصه ديال اليوم، وان شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى يحد الباس والله يحفظنا ويحفظ وليداتنا. نتلاقاو ان شاء الله في القصه المقبله ان شاء الله.